هتعملي ايه لو انتي مع خطيبك خارجة في مكان، ولما اعترض على وجهة النظر بتاعتك مسكك من منطقة في جسمك وقرص جامد جدا؟ انتي من الصدمة سكتي وما فتحتيش بقك، اللي هتسمعوه يكسف وصدمة بكل المقاييس. اسمعوا اللي حصل. البنت دي بعتها بتقول انا شطبت البيت خلاص وفرشنا خلاص وخلصنا خلاص، كل حاجة خلاص. صدمت صدمة عمري ان الراجل اللي معايا ده فيزيكال تاتش. عارفين يعني ايه فيزيكال تاتش؟ يعني عاشق للمس. انا سوري في اللي انا بقوله بجد، بس هو شخصيته وطبيعته كده، ما بيجيلوش الامان او احساس الحب غير والفيلينجز غير باللمس. حذرته مرة واتنين وتلاتة ما تلمسنيش، ما ينفعش. ممكن في اثناء قعدة رومانسية يقوم لامسني، يتكلم معايا يقولي خلاص ماشي يا ماما حبيبتي فهمتي، يقوم حاطط ايده على رجلي ويحسس على رجلي، يا ابني ما تعملش كده عيب. يحط ايده على خدي، يحط ايده على شعري. انا بتكسف جدا وهو بيقول لي انا ما بعرفش اعبر عن حبي غير باللمس. حاولت كتير معاه في فترة الخطوبة وتعبت لحد ما جت المرحلة النهائية، مرحلة فرش الشقة والتشطيبات وهنتجوز ونخلص بقى، عشان انا فعلا مكسوفة جدا منه. وغير كده انا ما عنديش ان هو يلمسني. بعد فترة انا تساهلت معاه وبقيت احب طريقته معايا، والوقت اللي ما بقاش فيه يلمسني بحس ان هو مش بيحبني ومخاصمني، لان فعلا جت فترات اتخاصمنا فيها كتير جدا، ما بقاش يلمسني ولا بقى يقول لي كلمة حلوة ولا اي شيء، دايما بعيد عني. فضلت على الوضع ده فترة بجد، لحد ما عدى الوقت كل حاجة ماشية تمام وبدأ يرجع لي تاني في التعامل وفي الطريقة وطريقته في اللمس رجعت تاني. وللأسف الشديد جدا أنا معترفة حصل ما بيننا تجاوزات أنا ندمانة عليها. بس حصل حاجة غريبة قوي 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 وإحنا بنجيب النجف وأنا في المحل حرفيا، وقلت له لا النجف ده مش عاجبني ومش حاساه لايق على ديكور البيت، احنا جايبين البيت كلاسيك وده مودرن ومش هيبقى لطيف. لا، هو مصر على النجفة. اقول له لا النجفة دي لا. لقيته طبعا جه قدام الراجل يقول لي طب وطي صوتك ما ينفعش. قلت له لا مش عاجباني مش هجيبها، لا حرام تبوظ لي ديكورات البيت كلها. قال لي صوتك عالي ما تتكلميش معايا كده. فجأة راح لقيته دابب ايده وماسك